السلام عليكم. النهاردة هقدم لكم تشيز كراميل، حاجة كده طعمها تحفة وطبقات كده شكلها لذيذ وحلو قوي. غير بقى طعمها المميز بجد لذيذة جدا. يلا نشوف الطريقة ونقول بسم الله. عندي هنا حوالي 3 باكت من البسكوت، اي نوع بسكوت بتحبوه. استخدمت 3 علب كبار. هبتدي افرمهم كده بالشكل ده، احطهم في الكبة وهفرمهم ناعم جدا بنفس الطريقة. انا هنا هفرمهم على مرتين عشان لو الكبة كبيرة عندك ابدأي بقى افرميهم كلهم مرة واحدة. كده بقى خلصنا، هنفرمهم بنفس الطريقة بنفس النعومة. شايفين؟ خلصنا الكمية كلها بالشكل ده. عندي بقى نص كوباية من الزبدة، سيحتها كده على النار شوية وضفتها على البسكوت بالطريقة دي. ابتدي بقى اغلف البسكوت كده بالزبدة اللي انا ضفتها عليها بالشكل ده لحد ما البسكوت عندي كله يتشرب من الزبدة. بعد بقى ما نغلف البسكوت كله كده بالزبدة بالشكل الجميل ده، هنركن بقى البسكوت كده على جنب ونبتدي في الخطوة التانية هنبتدي نعمل الكراميل. جبت طاسة وضفت عليها كوباية من السكر بالشكل ده. نحطها بقى على النار ونبتدي بقى نقلب فيها كده على طول، ما نسيبهاش يعني، يديك على طول فيها عشان بس السكر ما يتحرقش منك. احنا مش عايزينه اكتر من ان هو يكون باللون الحلو ده، يعني اللون الذهبي الجميل ده. هضيف عليه معلقتين كده من الزبدة. طبعا هيعمل الطشة ديت وهيدوب معاكي بالشكل ده. بعد بقى ما الزبدة تدوب معايا هضيف عليها كوباية من الحليب. الحليب بيكون دافي، لا سخن ولا ساقع. طبعا السكر هيتكتل بالشكل دوت، ما تقلقيش، هتبدأي تقلبي فيها بالشكل ده لحد ما السكر كله يدوب. هنا عندي ربع كوباية من الحليب، ضفت عليها معلقة من النشا صغيرة. هبتدي بقى اقلب كده لحد ما خلاص الكراميل عندي بقى جاهز، وهسيبه بقى يبرد على جنب. نيجي بقى للطبقة التالتة. الطبقة التالتة هنا بقى الكريم شانتيه. طبعا ديت الطبقة اللي هتبقى في النص. ضفت كوباية من الكريم شانتيه وبعد كده نص كوباية مية متلجة. ببتدي اضيفها واحدة واحدة كده، وابتدي اضرب الكريم لحد ما يتماسك معايا بنفس الطريقة بالمضرب بقى، بالهاند بلندر، بأي حاجة عندك ابدأي اشتغلي بيها وهتديكي نفس النتيجة. لازم تضربيه كويس جدا. انا ضفت النص كوباية المية كلها. هنا بقى ضفت حوالي نص كوباية كده من الجبنة الكريمي، يعني ممكن يكون 6 قطع كده من الجبنة الكريمي. ضفتهم وهبتدي اخلطهم كده مع الكريم شانتيه. المرحلة دي انا مش هضيف بقى سكر، احنا دايما بنحط سكر بودرة. هنحط بقى الكريم كراميل اللي احنا بردناه على جنب. لو طبعا عشان ما يبقاش معاكي مسكر قوي، فكفاية علينا نضيف الكريم كراميل. هنا ضفت حوالي كده برضو ربع كوباية كده من الكريم كراميل عليها بالشكل ده. وكده خلاص، يعني يعتبر الكريمة عندي خدت السكر بتاعها وكده كفاية قوي. فما تضيفوش بقى سكر بودرة ولا اي حاجة، هي كده الكريمة بقت مسكرة وبقت حلوة جدا. انا هنا جبت قوالب، ممكن تعملوها في قالب واحد. ضفتها بقى في قوالب كده عشان تبقى كل واحد ياخد القالب بتاعه. طبعا القوالب بالازاز، اي حاجة عندك بتاعت ايس كريم، بولات الايس كريم هتنفع. هنضيف بقى اول طبقة بتاعتنا اللي هو البسكوت اللي احنا حطينا عليه الزبدة. هنخلص بقى كل القوالب كلها بنفس الطريقة. حقيقي الوصفة دي حلوة جدا، الاولاد هيفرحوا بيها قوي. برضو لو في ضيوف هتعجبهم جدا.
من الوصفات الحلوة واللذيذة. وممكن بدل ما نعملها بقى في قالب واحد ونقطع قطع وكده، يبقى كل واحد ياخد الطبق بتاعه، وهيبقى شكله احلى واشيك وطعمه كده لذيذ. هبتدي بقى اضغط كده على البسكوت اللي انا حطيته بالشكل ده. انا عايزة بس الشكل يبقى متساوي عشان حتى المنظر الكاس او الطبق اللي هتقدميه يبقى الطبقات كده فيه واضحة وباينة. شايفين؟ بعد بقى ما نخلص البولات بتاعتنا بالشكل ده، هجيب بقى الكريمة. انا حطيتها هنا في كيس اللي هو الكياس الحلواني، حطيتها وابتديت بقى ان انا احطها كده بشكل مهندم شوية بالطريقة دي. طبعا المعلقة برضو مش هتديكي نفس ممكن توقع منك او اي حاجة. دي الطريقة دي محكمة شوية وهتطلع معاكي حلوة ومرتبة. هنا نخلص بقى كل الكمية بنفس الشكل. نيجي بقى للطبقة الأخيرة اللي هي طبقة الكراميل. شايفين شكله عامل ازاي؟ خطير. الطبقة الأخيرة ديت احنا ممكن نستكفي بيها، يعني قصدي في نسبة السكر. ممكن بقى نشيل الكراميل اللي احنا حطيناه في الكريمة، ولو ما بتحبوش السكر زيادة هو كان مظبوط. حابين يبقى قليل شوية، يبقى كفاية الكراميل اللي على وش التشيز هيديكي طعم رهيب. فسواء كده او كده هو طعمه كده هيبقى حلو. بالنسبة بقى للتزيين، التزيين ده حسب الرغبة طبعا. انا زينت كده بشوية شرايح جوز هند وكريز، طبعا حسب المتاح معاكي. ممكن تجيبي برضو نوتيلا وتسيحيها وتبتدي تعملي خطوط كده عليها، هيديكي شكل حلو قوي. بس انا استكفيت بان هي تبقى تشيز كراميل بس. فده منظرها الاخير وبتبقى حلوة جدا. ده طبعا بعد ما طلعتها من التلاجة تماسكت وبقت شكلها خطير. الطبقات واضحة وحلوة جدا. شايفين الجمال؟ حقيقي خطيرة. وبجد يعني النتيجة هايلة، بجد تستحق التجربة. شايفين؟ بوريكوا قد ايه يعني الطبقات كده حلوة، والطعامة بقى يعني ما بعدها طعامة، بجد خطيرة وطعمها تحفة. من احلى التشيز اللي هتعملوها. بجد خطيرة وبجد طعمها حلو جدا، يعني لازم تجربوها. يعني هنا بقى الاولاد مش قادرة اقول لكم كانوا مستعجلين على ان هم يدوقوها باي طريقة. يعني انا عملتها اصلا من وراهم، وعينتها كده في التلاجة الاول لانه ما كانوش كمان هيصبروا ان هي تجمد في التلاجة شوية. فحقيقي خطيرة وشكلها كمان تحفة، فبجد تفتح النفس. وحالة كده حقيقي مش هتدوقوه اصلا من بره. حاجة كده خطيرة عملناها كده في البيت بمكونات كده عندنا وسهلة وبسيطة، وغير بقى طعمها المميز. بتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. كان معاكم هند سليم. باي باي.